اليوم مسوين احنا شيء جديد. هو انه نسوي فساتين حلوة مع عبايات مع مقتطفات من باقرة الرقص مع الحياة الجزء الثاني. ان شاء الله تستمتعون. في فصل احترام مخلوقات الله صحيفة 99. بعض الناس يحترمون الآخرين ليس لأنهم بحاجة إليهم، بل لأنه شيء فطري ونزعة أخلاقية. يظهرون احترامهم لجميع أصناف البشر حتى لمن لا يستحق، بل ويحترمون مشاعر الحيوانات ويهتمون بالطبيعة ويحافظون عليها، وليس لهم هدف أو غاية من هاي تصرفاتهم، وإنما هذا أسلوب حياتهم ودليل على شخصيتهم الكريمة المحبة للسلام. فهم يحترمون كل ما خلق على الكرة الأرضية. يقول الكاتب: عندما خرجت كينوكو، طبعا هي يابانية، بالجوجل شخصيتين، شخصية عمرها 90 سنة هي ممثلة وعرضت أزياء، والأخرى صغيرة مواليد التسعينات وهي لاعبة مشهورة. بعد ما خرجت من المستشفى بخير ابتسمت مثل شمس مشرقة، ابتدت صلاة فيها حمد كثير وامتنان، ثم استدارت ووقفت أمام مبنى المستشفى، أمام ذلك المبنى الجامد الأخرس، ثم انحنت له بكل احترام وقالت: لقد رعيتني جيدا، فشكرا جزيلا، كنت لي أما رحيمة، تقبل مني كل الحب والإجلال. هنا يدعو الكاتب إلى المحبة والسلام، وإلى أن نحب كل الأشياء التي حولنا من مخلوقات ومن جماد، وأي شيء نكون له ممتنين إذا يكون صاحب فضل علينا بأي حال من الأحوال. إن شاء الله تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة الجميلة مما قرأت ومما عملت، وفساتين وعباءات فابيلوس ستايل. نحن في فندق شانغريلا، شارع الشيخ زايد، دبي، فابيلوس ستور، وأهلا وسهلا بكم.